أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من أعظم أعياد الإسلام والجمعة للجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة الحج البيت الله الحرام أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه ومن راح في ساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في ساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في ساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون ذكره وعن أبي هريرة وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى
رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أيها الناس، توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة صدقة في السر والعلانية، وارزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا وفي شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة. ومن ترك في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جهودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صوم له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له حتى يتوب. ومن تاب تاب الله عليه. وعن أبي هريرة وابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ثم ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك ثلاث جمعة متواليات فقد كتب عند الله تبارك وتعالى منافقا في كتاب لا يمهى ولا يبدل. ومن ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فعليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل وما قليل يفنى والآخرة خير وأبقى. قال تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إليه الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وذلنا بالملائكة قدسه وذلل بالمؤمنين من جنه وإنسه. وقال تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية: ومن صلى عليه عصرا صلى الله عليه 100 ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000 ومن صلى عليه 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عثمان بن عفان
سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مجد العلم ليس بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت في العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك من كان في هلاكه راحة للمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل أموالهم وزلالهم غنيمة للمسلمين، واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء ورباء وطاعون وزنا ووباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع الجهد والجوع والغي واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.